مهند علي كاظم نجم منتخب العراق يحترف اليوم في نادي السيلية. حدثنا أول شيء على الأجواء هنا في نادي السيلية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أهلا وسهلا بحضرتك. أكيد يعني الأجواء هنا بنادي السيلية، يعني خاصة أني أول موسم لي بنادي السيلية، الأجواء كانت رائعة مع زملاء اللاعبين، والحمد لله وشكرا أنه قدرت يعني أنسجم مع الفريق وأقدم أداء في المباريات، والحمد لله الأجواء طيبة. يعني تقريبا كم سجلت من هدف حتى الآن في الدوري القطري؟ 6 أهداف. 6 أهداف. وحسب رأيك ما هي أفضل مباراة لعبتها حتى الآن؟ والله هي مباريات كثيرة يعني لعبناها بالدوري ويا السيلية. اعتقد يعني كان كل المباريات بالنسبة لي كانت جميلة. كانت جميلة. نعم. برأيك غياب الجمهور عن الدوريات كلها في العالم وخاصة هنا يعني بسبب كورونا كيف انعكس على أداء اللاعبين، على نفسيتهم، أنهم يلعبوا في ملعب ما فيه جمهور؟ كيف حسيت أنت هذا؟ تعرف أنت يعني خاصة هاي الفترة يعني صارت جائحة كورونا، فأعتقد يعني أنه ما يصير أنه يدخل جمهور لأي مباراة. فطبعا يعني تعرف الجمهور يعطي دافع معنوي كبير للمباراة وللاعبين، واجواء تكون حلوه من خلال تواجد الجماهير. بس يعني نسال من الله سبحانه وتعالى انه هذا الوباء ان شاء الله يخلص وترجع الجمهور. طيب ما هو طموحك مع نادي السيلية هذا الموسم؟ والله طموحي يعني اقدم كل ما عندي لاسعاد الكادر التدريبي، وان شاء الله بالمراكز المتقدمه ان شاء الله للنادي السيلية. هل أنت تستفيد من وجود بعض اللاعبين المخضرمين معك؟ يعني أذكر على سبيل المثال الدولي الجزائري السابق نذير بالحاج مثلا، خبرة طويلة، يعني هل تستفيد من هذه الخبرة؟ اكيد يعني انت اليوم تلعب مع لاعب كبير مثل نذير بالحاج، واكيد تستفاد من عنده يعني من خلال خبرته بالسنوات الماضيه، فاكيد نتعلم من عنده. الكابتن سامي الطرابلسي ماذا يقول لكم دائما قبل المباريات، يعني التشجيع والتحفيز؟ دائما يعني متواجد انه المدرب بالمباريات وحتى بالتمرين انه يعطي التشجيع للاعبين ودافع معنوي يكون للاعبين.